بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة زملكاوي. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهاردة عندنا فيديو مهم جدا، فياريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. المواضيع اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة هو استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك، حسين لبيب سيدير الزمالك، سيناريو إنقاذ الزمالك. المجلس إدارة نادي الزمالك عمل استقالة جماعية وكتب فيها: يتقدم مجلس الإدارة المنتخب الشرعي باستقالته لسيادتكم، آملين في ظل الظروف الحرجة التوفيق لنادي الزمالك، وذلك للأسباب الآتية. أولا، تم حبس وعزل الرئيس النادي المنتخب في سابقة هي الأولى في المجال الرياضي. 2، تم الحجز على أرصدة النادي مما أدى إلى شلل تام في مفاصل النادي، مما أثر على سوء النتائج وتأثير الفرق الرياضية والعاملين في النادي. ثالثا، اعتذر رئيس مجلس الإدارة أثر المصلحة العامة للنادي على مصلحته الشخصية، واعتذر عن الاستمرار في منصبه حتى تحل مشكلة الحجوزات، إلا أن الأطراف الأخرى لم تستجيب. رابعا، قام المجلس ممثلا في القائم بأعمال رئيس النادي بالدعوة إلى لم الشمل، إلا أنه فوجئ بعدم الاستجابة ورفض تلك المبادرة، ولذلك نرجو من سيادتكم قبول استقالتنا. طبعا بعد موضوع الاستقالة بيحصل ايه؟ بعد ما بتقدم بقى الاستقالة بنقعد الأول 7 أيام، وبعدها بيتم قبول الاستقالة بتاع مجلس الإدارة دي من الوزير. بعد الاستقالة دي في هذه اللحظة كل شيء بيتوقف في نادي الزمالك، يعني في اللحظة اللي احنا فيها دي كل شيء توقف في نادي الزمالك. مفيش حاجة اسمها بيع زيزو، مفيش حاجة اسمها دفع غرامة سبورتنج لشبونة، مفيش حاجة اسمها غرامة تشومبونج، مفيش حاجة اسمها صفقات، ومفيش حاجة اسمها مرتبات لعيبة أو موظفين. كل شيء في اللحظة دي بيتوقف نتيجة هذه الاستقالة. يعني لازم ننتظر 7 أيام. بعد 7 أيام من النهاردة معناها ان الاستقالة دي قبلت. طيب ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك؟ الذي يدير نادي الزمالك الان هم 3 افراد: 1 المدير التنفيذي، 2 مدير النشاط الرياضي، 3 المدير النادي المالي، حتى يصدر قرار من وزير الشباب والرياضة بما يخص نادي الزمالك. وبده بيكون امتى؟ احنا قلت قبل كده بعد اسبوع. يعني وزير الشباب والرياضة لن يتدخل الا بعد ما يمر اسبوع، لان هم في حقهم من خلال الاسبوع ده ان هم يرجعوا من الاستقالة ديت. وموضوع الاستقالة ده لو انت لاحظت هتلاقيه في وقت غريب جدا جدا. ليه؟ لان احمد مرتضى منصور كان بيدعو للحوار بقاله 48 ساعة، وكان في نفس الوقت قاعد يقول لك انا غير والدي، انا ادارتي غير والدي، انا مختلف عن والدي، انا بتكلم بطريقة مختلفة عن والدي. كل الحاجات دي حاول يوصلها للناس ويجتمع بالرموز. ولكن في لحظة كده ان موضوع الاستقالة ده جه كانت مفاجأة للجميع. انا في رأيي ان هو جاء من خلال مكالمة تليفونية انكم لازم تستقيلوا. طبعا ده حد مين بقى؟ هو ده الحد محدش يقدر يعرف مين اللي كلمهم، لان كان في نفس اللحظة دي كان في اجتماع لمجلس إدارة نادي الزمالك، كانوا بيناقشوا فيه العرض بتاع زيزو وليس لتقديم الاستقالة. يبقى جالهم المكالمة التليفونية، وقفوا كل حاجة، خلاص مفيش حاجة اسمها زيزو، مفيش اي كلام، احنا لازم نستقيل كلنا. كانت مفاجأة كبيرة جدا لكل اللي حوالينا دولت. طبعا كان في مشاكل كتيرة جدا بتقابل مجلس الإدارة دي. اولا ان الوزارة رفضت القرض اللي طلبته الإدارة. السبب في الرفض ايه؟ انك انت عشان تاخد قرض لازم يكون مجلس إدارة كامل، يعني كان لازم يكون في رئيس ولازم يكون نائب الرئيس موجود عشان البنوك توافق على ده والوزارة توافق على القرض ده. فكان ده من الأسباب ان إدارة مجلس نادي الزمالك شعرت في لحظة انها اضعف من انها تجيب اموال او انها تعمل اي حاجة. طيب ايه القادم بعد كده؟ القادم ان بعد 7 ايام الوزير هيعين 3 افراد تانيين: مدير تنفيذي، مدير نشاط رياضي، مدير مالي جديد، سيكونوا من خارج نادي الزمالك. من خلال هؤلاء ال3
دولت اللي هم هيفضلوا موجودين حتى تقام الانتخابات اللي هي بتكون في نوفمبر او ديسمبر اللي جايين. طب افرض الوزير عايز يجيب لجنة، اللجنة دي في رأيي ان هي هتكون لجنة حسين لبيب، لانها حققت نجاحات جامدة جدا قبل رجوع مرتضى منصور. اللجنة دي ستكون ما بين 6 شهور لمدة سنة. طبعا حسين لبيب كان المرة اللي فاتت كان بيشتكي ان هو ما اختارش الناس اللي هي اشتغلت معاه. انا في رأيي ان المرة دي هيفرض شروطه لو هم جابوه، وهيختار الناس اللي هي تشتغل معاه. ده بالنسبة اللي هيحدث في الفترة اللي جاية لنادي الزمالك. انا بصراحة بتمنى التوفيق لنادي الزمالك، هي تعتبر فترة حرجة جدا 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 لنادي الزمالك. انا بتمنى ان احنا نكون كلنا يد واحدة، الجمهور كله يكون مع بعض، وان لو حصل لجنة تكون لجنة حسين لبيب. الف شكر يا جماعة ومع الف سلامة.